عبر مهدي بن عبيد الحارس الثالث للمنتخب المغربي عن ارتياحه للطريقة التي بدأ بها الأسود المنافسة في نهائيات كأس إفريقيا بفوز مقنع على منتخب تنزانيا الأربعاء الماضي لحساب الجولة من دور المجموعات، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن الفريق الوطني من مناقشة باقي المباريات بثقة وأريحية. وقال بن عبيد في الندوة الصحفية التي حضر فيها إلى جانب الناخب الوطني وليد الركراكي قبل قليل إن المجموعة طوت صفحة الفوز على المنتخب التنزاني نهائيا، مشيرا إلى أن التركيز حاليا منصب على التحضيرات لمباراة الغد أمام الكونغو الديمقراطية من أجل تحقيق فوز ثان على التوالي. وفي رده على سؤال هوسبورت عن مدى أهمية تواجده في هذه المرحلة من مشواره مع المنتخب المغربي إلى جانب حارسين من قيمة ياسين بونو ومنير المحمدي، قال بن عبيد: وجودي بجانب أسماء مثل بونو والمحمدي هو في حد ذاته أمر إيجابي بالنسبة لحارس مثل يطمح يوما للرسمية مع المنتخب المغربي. أراكم التجارب بتواجدهما مع توالي المعسكرات. وأن أكون حاضرا في منافسة رسمية مع المنتخب، فهذا سيضمن لي اكتساب تجربة كبيرة سأستفيد منها مستقبلا. وأكد بن عبيد أن تواجده مع المنتخب هو شرف له دائما، مردفا: هناك العديد من حراس المرمى في المغرب الذين يستحقون فرصة التواجد هنا مع المنتخب، لكن الاختيار الأخير يظل للمدرب وأشكره على الثقة التي يمنحني إياها. ويواجه المنتخب المغربي نظيره الكونغولي غدا لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات كأس إفريقيا، انطلاقا من الساعة 2 بالتوقيت المحلي، والثالثة بعد الزوال بالتوقيت المغربي.